هنعمل النهاردة سندوتشات الكبدة. الوصفة دي وصفة مصرية أصيلة، هنعملها بالطريقة الأصلية. السندوتشات دي من أكتر السندوتشات اللي أنا بحبها، وكمان بحب أعملها في البيت، بكون ضامنة الكبدة وكمان بتكون خطيرة والريحة بتبقى مالية البيت. أنا روضة ويلا بينا نشوف الوصفة. أول حاجة أساسية معايا هي التوم. الوصفة دي بتحب التوم، فهنجيب حوالي نص راس توم، وعندي كمان نص كوباية خل أبيض، وعندي فلفل رومي حوالي مثلا 2، وعندي بقى فلفل حار على قد ما تستحمله، وعصير ليمونه كامله. التوابل بقى اللي عندي هي معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره، والملح حسب الرغبه، وفلفل اسود. ما فيهاش اي توابل هو غير الاربعه دول وبس. فرمت التوم كويس جدا، وما بحبش في الوصفه دي افرمه في الكبه، بحب في الهون عشان يطلع كل العصاره. الفلفل بحب ان انا افرمه بالسكينه، بفضل اقطعه صغير جدا كويس قوي لغايه ما يتفرم برضو عشان ما افقدش العصاره اللي فيه. بعدين ببدأ ان انا اجيب بولة واحط فيها الفلفل اللي انا قطعته كويس قوي ده، زي ما انتوا شايفين، بصوا متقطع ازاي. وكمان بحط عليها الثوم اللي عندي، وابدأ كمان احط الخل الابيض. الوصفة دي برضو بتحب الخل جدا، يعني هي الكبدة يعني توم وخل. بنحط كمان التوابل اللي عندنا والخل، وابدا بقى احط العصير الليمون، بعصر الليمونه كامله، وابدا ان انا اقلبهم، وهي دي الخلطه اللي هنستخدمها. نيجي بقى للكبده. انا بقطع الكبده صغير قوي، يعني انا بحبها تكون صغيره خالص. كمان الخلطه اللي عندي بجيبها، بسيب منها شويه على جنب، وبحط بقيتها حوالي شويه، يعني حوالي معلقتين كبار ان احنا نحطهم في التسويه. بقلبهم مع بعض بقى كويس قوي، وبسيبهم مثلا حوالي نص ساعه او حاجه، ومش لازم كمان، مش شرط تسيبوهم. انا كان عندي وقت فسبتها نص ساعه. وبعدين في طاسة سخنة وشوية زيت حلوين، نزلت بالكبدة وفضلت اقلب فيها، وبعدين سبتها هي هتنزل ميتها وتشربها تاني. وبعدين هنزل ببقية الخلطة اللي كانت عندي، وزودت عليها كمان فلفل رومي. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كويس قوي لغاية اما اتأكد ان هي استوت، وبطفي عليها النار. طبعا مفيش سندوتشات كبدة من غير سلطة الطحينة. عندي شوية طحينة، وعندي كمان 4 معالق كبار من الخل، وحوالي تلت كوباية مية، وعندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا ونص ليمونة. الطحينة ببدأ انزل عليها بالمية لغاية اما قوامها يبقى القوام بتاع سلطة الطحينة المعروف، اللي هو لا تقيل ولا خفيف. وبعدين بنزل ب4 معالق الخل اللي عندي، وطبعا بدوق واتأكد هل محتاجة خل تاني، بظبطها على ذوقي. وبعدين بضيف عليها عصير الليمونة ونص ليمونة، وبضيف بقية التوابل اللي عندي، وبس كده سلطة الطحينة جاهزة. دوقوها بقى وظبطوا وشوفوا محتاجة ليمون تاني، خل تاني، ملح تاني، على حسب ذوقكم. رحت اعمل بقى سندوتشات الكبده خطيره بجد. بصوا الكبده شكلها عامل ازاي. جبت فينو، حطيت فيه بقى سلطه الطحينه، وحطيت فيه الكبده. بصوا الكبده شكلها خطير، وكمان مضمونه ان هي معموله في البيت، ضامنين الكبده دي جايه منين، يعني حاجه رهيبه، وبتبقى ريحتها ماليه البيت ومتغرقه بسلطه الطحينه زي ما انتوا تحبوا. وبس كده، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفوني فانا روضه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، واتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وباي باي.